قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية منصور مرزاح شثان لتحرشه بحدث، وأجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة. قبضت شرطة منطقة تبوك على المقيم من الجنسية اليمنية عمار عبد السيف سعيد لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الجوف بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص الوافد من الجنسية اليمنية مهند صادق عبادي لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقيم من الجنسية اليمنية صادق سعيد فرحان لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية منصور مرزاح شثان لتحرشه بحدث، وأجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لابتزازه الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته. قبضت شرطة محافظة بلجرش بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبد يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى. قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية اليمنية عبد الله سالمين سالم علي لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية اليمنية عبد الله سالمين سالم علي لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المقيم من الجنسية اليمنية عدي فتح محمود لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة. قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم من الجنسية اليمنية عمر عبد النور عبد الوهاب لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.